بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على الحبيب وآله وارزقنا في الدارين حسن وصاله وآله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وعلى آلك وأهل بيتك وجميع المحبين، وعلى أصولك منذ البدء وعلى فروعك للانتهاء. السلام عليك أخي شقيق روحي، حبيب القلب، الأستاذ الكاتب الصحفي المبدع محمد عبد الشافي القوصي. سلام على روحك في الأرواح الطيبة الطاهرة، يا سليل بيت النبوة، يا حبيب القلب، يا صاحب أعظم كتاب في هذه العقود الأخيرة، محمد مشتهى الأمم، الذي طبع وترجم إلى اللغات، والإسسكو أيضا طبعته. السلام عليك وعلى تراثك العظيم، على حبك لله وحبك لسيدنا رسول الله وأهل سيدنا رسول الله وأصحاب سيدنا رسول الله وأزواج سيدنا رسول الله وجميع الأولياء. كنت وليا بمعنى الكلمة، صاحب قلم، كنت مشاهدا بقلمك، بسنانك القلم وبلسانك. ألفت مجموعة من المؤلفات وهي تراث عظيم لك. ألفت عن سيد الخلق محمد مشتهى الأمم، ألفت عن لغة سيد الخلق، عبقرية اللغة العربية، جاهدت الحداثة المقيتة الزائفة، سقوط الحداثة. ألفت عن الأعلام، أعلام الصعيد، ألفت عن أعلام الشعر، شعراء الأزهر، ألفت الكثير والكثير من المؤلفات التراث العظيم. سلام عليك يا حبيب القلب، سلام عليك يا شقيق الروح، أخي محمد عبد الشافي القوصي. عساك بخير في روضك، جعل الله قبرك روضة من رياض الجنة. نعزي أنفسنا ونعزي سيدنا رسول الله وأهل بيته والأحباب وتلاميذك وزملائك وأحبابك، نعزي الجميع يا سيدي يا حبيبي. أتذكر عندما كنت تؤلف كتاب محمد مشتهى الأمم ولم قفلت كل تليفوناتك وتفرغت لما يقرب من عامين لهذا الكتاب، ولم يعرف تليفونك الجديد إلا أخوك والعبد لله. قلت هذان اللذان يتصلان بي فقط، ولا زال تليفونك يحمل رقمين فقط، منهم الفقير تلميذك وحبيبك. لا حرمنا الله منك في الدارين وجمعنا الله بك في الدارين. لا حرمنا الله منك في الدنيا من تراثك والتواصل مع أهلك وأحبابك وما أبقيت من أوراق، ولا حرمنا الله منك في الآخرة بأن يجمعنا بسيدنا رسول الله وآله والصالحين من عباد الله والصالحات من أماء الله. حبيبي حبيب قلبي، أرحمك الله وأحسن إليك. في هذه الأيام الطيبة المباركة ترجلت أيها الفارس، أرحلت عن دنيانا كما كنت تتوقع. حدسك دائما وتوقعاتك كانت تحدث، سبحان الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى بيته، وارحم أخي وحبيبي، وألهمنا الصبر، وألهم أهله وأحبابه وزوجه وابنته والمحبين. ألهم الجميع الصبر يا رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. جعل الله قبرك روضة من رياض الجنة وجمعك بالرعيل الجميل الذي كنت تعشقه، وحواراتك مع الأحباب العصماء جميعا، كتاباتك. اللهم صل على حبيبك وآله، والحمد لله رب العالمين.